السلام عليكم ومرحبا بكم غزالات. نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في اتم الاحوال. الفيديو ديال اليوم هو النوغا اللي سولتوني عليها بزاف. قبل ما نبداو البنات، سجلي فيديو عندك، لو بارطاج، لي كومونتير والقليب زوين بحالكم، ونمشيو على بركه الله باش نشوفوا المقادير، الطريقه ديال التحضير في نفس الوقت. بالنسبه لهاد النوغا اللي كنستعملها، غادي ندير فيها 150 غرام نتاع السكر، سواء ديري 150 غرام سواء ديري 200 غرام، يعني كيبقى المقاسات كيف كيف. 150 غرام ديال السكر، غادي نضيف لها 150 غرام ديال الجليكوز. هنا تقريبا راك شو ما نقدرش نعطيكم بالمعلقه، شي مرات الجليكوز كيكون مطلوق، شي مرات كيكون قاصح على حسب الحراره ديال الجو اللي كيكون في الدار. دونك ما نقدرش نعطيكم بالمعلقه. المهم العبار دائما كيكون بالميزان الا بغيتي تجيك شي حاجه اللي هي مضبوطه. خديت 150 غرام ديال السكر، 150 غرام اللي غادي نضيفها لها نتاع الجليكوز. بالنسبه كيف ما قلت لكم، سواء ديري 200 غرام او لا ديري 100 غرام، المهم كيبقى كيف كيف. كيما درتي السكر 100 غرام ديري جليكوز 100 غرام. هنا درت 150، غادي بجوج نديرهم 150. غادي نضيف لهم واحد الملعقه كبيره نتاع الزبده، ما يعادل تقريبا 30 غرام نتاع الزبده، وغادي نديرهم على نار مهيله البنات حتى كيذوبوا. يعني سواء تحركي او لا ما تحركيش، راه غادي يذوبوا مباشره. ما كنضيف لا ما لا حتى شي حاجه، كنخليهم على نار مهيله. مجرد ان القوام ديالهم يولي بحال هكا ويولي لي مطلوق، كيف ما كتشوفوا ديك السكر كيذوب، غادي نضيف لهم لي نوا. اي حاجه كانت عندك، سواء الجلجلان سواء القوقاو سواء اللوز اللي بغيتو. انا هنايا خديت 150 غرام ديال اللوز افيلي، تقدري ديري 150 غرام كذلك مخلطه ما بين الجلجلان ما بين القوقاو وما بين اللوز اللي بغيتي. المهم اي مكسرات كانت عندك تقدري ديرهم، ما الا كانتيني حبيبات ماشي مشكل، يعني ماشي هكا افيلي. البنات انا ما غاديش نخليه يطيب هنايا، مجرد ما امتزجت لي العناصر مع كامله كيف ما شفتوا، غادي ناخذها وغادي نديرها في ليمون على هذا الشكل. هنايا البنات خرجت لي 4 ديال لي طابلات، يعني من هذا الشكل. خرجت لي هادو اللي مدورين 3، وخرجت لي وحده كبيره، وحده مربعه عفوا. غادي تشوفوها معايا وغادي نعطيكم حتى شحال خرجت لي محبه، يعني في الطوطال. هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نكمل كاع هاد لي طابلات اللي عندي ديال السيليكون، وخرجت لي تقريبا 60 حبه على حسب العبار ديالك، واش بغيتيهم رقيقين او لا متوسطين. المهم خرجت لي 70 حبه، يعني 4 ديال لي طابلات كيف ما كتشوفوا. كندخلها النار على 150 درجه او 155 درجه، نخليها حتى تاخذ لي اللون اللي راني باغيته، شنو دوغي اللي يكون فونسي ولا دوغي اللي يكون كلير، على حسب نتيا اللي شنو بغيتي. وكتكون هذه هي النتيجه، ما كتجيش لا معلكه ولا كتذوب ولا نهائيا. مجرد ما خرجتها كنخليها تبرد وكنقلعها من الليمون ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. واحد النوغه اللي كتجي خطيره البنات، سهله في الاستعمال ديالها وسريعه، يعني كتوجديها دغيا وكتعطيك واحد الكميه اللي هي كبيره. كيف ما قلت لكم لي نوا تقدروا ديروا اي حاجه كانت عندكم. هنا بالنسبه لهذا الشكل تقدري ديريها على الشكل اللي كيكون مشوك او لا هذا اللي كيكون ليس، انت اللي بغيتي. ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه ديال اللوز اللي كتجي بهاد النوغه، يعني مباشره كطيبيها في المول معاها، كتجي خطيره وكيجي المنظر ديالها بريستيجي، كيجي يا سلام. يلا البنات ما تنساوش كيف ما العاده، شوفوا راه ما كتجيش يعني كتلوط ولا، يعني كتجي قاصحه نوغه اللي مقرمله. قبل ما ننسى، ما تنساوش عافاكم البنات تسجلي الفيديو عندك، راه غتحتاجيه لو بارطاج ماكسيموم والقليب ولي كومونتير ديالكم الا بغيتوني ننزل لكم اي نوع من هاد الوصفات ننزلها لكم. غادي ان شاء الله نشارك معكم حتى الغريبه ديال الكركاع اللي سولتوني عليها، غندير لكم فيديو عليها. ولو سكر غلاس اللي كنتو سولتوني او لا سكر ساقي اللي سولتوني عليه، راني جاوبتكم في فيديو. اللي مازال ما شافتش الفيديو تمشي تشوفوا البنات. وما تنساونيش عافاكم، دائما التشجيع ديالكم هو اللي كيخليني انني ننزل لكم دائما وصفات جديده. يلا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله نتلاقاو مع فيديو جديد، وصفات جديده وافكار جديده. خليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.